المناسبات. لذلك نطلب دائما أن يكون هناك تكثيف لرجال الأمن لإيقاف مهزلة الجماهير والتدخلات في أرضية الميدان. مهزلة هذا ما يمكننا أن نسميها، لأننا شاهدناها في أكثر من موقف، والآن هي تتكرر في هذه المباراة. هذه المهزلة الجماهيرية ليس هناك صفة أو مسمى يمكن أن طبعا أن نطلق على ما نشهد سوى مهزلة. عموما رجال الأمن إلى حضور رجال الأمن بأكبر عدد ممكن، لأنه لا يمكن طبعا أن نكذب الصورة ولا أن نكذب الواقع. الجماهير شاهدناها في أكثر من مباراة. شكرا عبد الله. هنا مراقب المباراة طبعا إلى جانبي. أستاذي متى حتبدأ المباراة؟ إيش اللي حصل؟ وينكم؟ وين استعداداتكم الإدارية مثلا في نزول مثل المباراة معرضة لأي ضرب؟ استعدادات كاملة، لكن هذه أشياء فنية تخص التحكيم، والحكام موجودين في الأرض الملعب ويطبقون القانون وهم أدرى بالأرض الملعب وهم أقرب للحدث. أنتم ماذا ستكتبون في التقرير؟ فقط اللي يكتب الحكم أنا أكتبه. أنت من وجهة نظرك يعني إداريا؟ أشياء فنية تتعلق بالحكم في أرض الملعب فقط. إداريا كل شيء سليم. سليم ومنزوه في وسط الملعب زي ما قلت. أخي خالد شكرا. شكرا للأخ خالد، ومباشرة إلى الزميل عبد الله لاستكمال المباراة. عبد الله تفضل. إذا كما استمعنا مشاهدينا الكرام إلى المقابلة التي أجراها طبعا الزميل عبد الله العضيبي مع أحد المسؤولين عن طبعا سلامة ملعب المباراة، لم نسمع تبرير منطقي إذا أنه يؤكد أن الوضع سليم، والوضع ليس سليم بما نراه في جنبات الملعب. على كل لا تزال المباراة متوقفة، ونشهد الآن حضور جماهيري يقتحم أرضية الملعب. لابد من إخراجه، لأن على اعتبار في أي لحظة من اللحظات سنشهد هذا التدخل طبعا مع نهاية المباراة ومع إطلاق صافرة النهاية لهذه المواجهة. رئيس رابطة مشجعين النصر يطالب الجماهير النصراوية بكل روح رياضية بعودة الجماهير. صاحب السمو الأمير الوليد بن بدر يتابع الموقف أيضا ويطالبهم بذلك. المباراة أيضا ليست طبيعية في المدرج الثاني، في الدرجة الثانية. أمور صعبة والله. سنظل نتحدث كثيرا عن ما يجري في المباراة. الجمهور النصراوي عنده اعتراضات كبيرة، وحكم المباراة السيد علي المطلق في تشاور مع زملاء المساعدين. لا شك بأن أيضا ينتظر قرار ربما من مراقب المباراة، من المراقب الحكام، لأن طبعا يعطي إشارة استكمال اللاعب محمد الخوجلي. أيضا يطالب، لا شك بأنها لقطة مثيرة ولكن سلبية في نفس الوقت. هدف أحضره طلال المشعل كانت ترغب الجماهير النصراوية إلى أن تكون هو هدف التعديل، لكن قرار حكم المباراة المساعد رفض أن يكون هدف التعديل. صاحب السمو الأمير الوليد بن بدر يشكر على مبادرته بالذهاب إلى مدرج الدرجة الثانية ومطالبة جمهور النصر بالهدوء. نتحم والحكم الرابع للحديث حول ما يجري في أرضية الميدان. شكرا لك زميلي عبد الله. لو سمحت ممكن تكلمنا عن اللي قاعد يصير في الملعب؟ ما في حاجه. انت شايفين الاحداث الجماهير، ما في اي حاجه. طيب وش يعني ما هي اساس المشكله اساسا؟ الله يخليك انا مشغول، الله يخليك. طيب احنا اسفين. شكرا. الرجل الذي بنى فينا الاخلاق الرياضيه طبعا رحمه الله زرع كان وقت الهدف هو الامر الرئيسي والامر الاساسي في ان نشهد هذه او اقول ردة الفعل هذه من قبل جمهور النصر. هو توقيت الهدف
الذي أتى مع الدقيقة 90. يعني ما هي دمعة حزن تنتظر ميعادها وتنتظر، وطبعا تنتظر من عادة وتفرح بمن عادها، لكن ما عادت دمعة الفرح على الجماهير طبعا النصراوية، وإنما كانت دمعة حزن على اعتبار أن هذا الهدف لم يحتسب. لذلك وجدنا صدمة، وقع كبير، لكن مع هذا الوقع يعني نحن نجد عذر نوعا ما إلى دمعة حزن وحسرة من قبل الجماهير النصراوية. لذلك واقع هذه الصدمة لا زالت موجودة. صاحب السمو الأمير الوليد بن بدر قلت بأنه يشكر على مبادرته في تهدئة الجمهور، طبعا في مطالبة الجمهور. كانوا مع الحكم الرابع في هذه المباراة السيد سعد الكثيري، وكذلك كانوا مع المسؤولين في أرضية الميدان، لكن ولا واحد منهم كان يعطينا الإجابة الشافية والكافية. لا شك بأن ما نراه الآن هي مادة مشبعة للصحافة يوم غد. كما ذكرت ما نشهد الآن مادة مشبعة للصحافة غدا، أو أقول للوسائل الإعلامية كافة، على اعتبار أنها من الأمور القلائل، أو أقول دعوني أطلق عليها النوادر في عالم كرة القدم السعودية. أبدا دائما الفرق السعودية تنتهي المباريات ومن ثم نعود من جديد، والأمور تسير على ما يرام ولا يوجد هناك إشكاليات. حكم المباراة علي المطلق. أقول يعني كلنا يجب حقيقة أن احنا نترحم على التحكيم وعلى الضمير وعلى الأمانة. هل التحكيم كان سبب رئيس خروج النصر اليوم؟ ما في شك، سجلنا هدف. أنا أعتقد أنه الجاهل يعرف أنه هذا هدف. أيضا رجل، يعني مع احترامي لرجل المساعد الحكم، كان بعد عنه عن أقرب لاعب هلالي حوالي متر، راجع عنه وراء. كيف يحسبها؟ لنا ضربتين جزاء في الشوط الأول، ليش ما حسبها الحكم؟ فاولات باستمرار. الكرت الأصفر ما شفناه الأخوان في نادي الهلال. لعيبتنا من أول خطأ يعطي كرت أصفر. إيش معنى هذا؟ هذه حملة تحكيمية اللي على الحكم بقيادة مذيب الجعيد هي اللي أثمرت، وهي اللي أعطت الهلال الفوز اليوم. لكن سمو الأمير قل عطاء النصر اليوم في الشوط الثاني، لماذا؟ والله يا حبيبي أنا بالنسبة للشوط الثاني يعني أنت كيف مطلوب أن النصر يقدم عطاء، أو حتى الجماهير أنها ترتاح وتكون مرتاحة، وأنت تشوف حكم مثل هؤلاء حكام يعبثون في الأندية للأسف، وهذا كلام قلناه من زمان يعني. شكرا لك. شكرا يا حبيبي. لا ما أدري يعني حرام ذي الجماهير والناس وهذا الشرف واللاعبين وهالصرف وجهله يحكمون في شو اسمه لجنة التحكيم للأسف. كان في فيصل عبد الهادي قال لك شيء اسمه، فيصل عبد الهادي قال لي الجول جول، والمراقب قال للحكم احسبه، ورغم ذلك ما حسبوه. ما يعني انا ما شفت اكثر من كذا ظلم علني على نادي يعتبر حامل لشعار الجزيرة العربية ونادي وطن. احنا لين متى نسكت على كذا؟ هذا ظلم فاضح للجماهير اللي موجودة هنا وللناس اللي تحضر، وإساءة للكرة السعودية للناس اللي تشوفها بهذه الحاجات. إساءة. وأتمنى أن هذه الأمور لا تمر مرور الكرام، لأنها هذه بتسبب الفتن والمشاكل في أنديتنا وفي رياضتنا الحبيبة. هارد لك فهد. شكرا لسمو الأمير. التحكيم كان ضميره في إجازة الظاهر، يعني كان ماخذ إجازة على البرد، كان متدفي، يعني الضمير كان متوزي كذا خلف كواليس معينة. فالظاهر أنه يبغون الهلال يفوز، صحتين يفوز الهلال. أنا مبسوط أنه النصر أسقط بفعل فاعل. ما هو أداء النصر بالنسبة لكم بعد البطولة العربية اليوم كان كويس؟ الشوط الأول ممتاز، الشوط الثاني ما كان ممتاز. ليش؟ والله عاد أسأل المدرب، أسألني أنا، يمكن تغييرات. وجهة نظر فنية بإشراك أسماء معينة؟ لا أعفيني بس. شكرا سمو الأمير. اللي هي طالما انه لجنة الانضباط كان في، شوف انا تكلمت من اول موسم انه السنة هذه في قرارات قوية. قرار يعني في قضية كانت موجودة في بداية الصيف، كان في قرار قوي. ايضا نادي الهلال لما جمهوره تلفظ بكلمة كان في قرار قوي. الان ما هي تلفظ، الان تهجم وعقل واداريين ومن المنصة وجمهور يرجم وجمهور بحرف الكاف الكلمة. وطبعا قبل المباراة كلمة نيفيا، يمكن بيقولون لك نيفيا عبارة عن كريم، يعني ما فيها عنصرية، لكن أنا نتكلم أنه هذه أشياء ما هي وليدة اليوم. وسبب هذا التعصب يعني أكيد كل شخص واعي يفكر بهدوء بيعرف من هو سبب التعصب. يعني حتى بيان
صدر منهم انه تكريم الشلهوب، وبعد كذا البيان الغريب اللي طلع. اولا شلهوب نجم سعودي، يكفينا فخر كسعوديين انه في استقباله كانت جماهير الانديه كلها متواجده، ويكفينا انه قائدنا الامير سلطان قائد الرياضه الامير سلطان بن فهد كرمه، وهذا اكبر دليل انه اللاعب لاعب منتخب سعودي. 80% من النقاط اللي اخذها او اكثر كانت مع منتخب بلاده. ف يعني كان بيان غريب، يعني اصلا ما حد قال انه تكرم الشلهوب، كرم من الجميع. اسمه الامير الاداره اللي طلبت من النصراويين تكريم الشلهوب، ورونا خطاب طلب تكريم المباراه. 3 نقاط، حكم اخطا، هذه امور صارت قبل كذا وصارت. يعني انا ما شفت مباراه، يعني انا حاضر. انا عندي تعليق. اقصد انه سواء اخطا الحكم او ما اخطا الحكم، قبل كذا مباريات كبيره اخطا حكام في حق الهلال واخطا حكام في حق النصر، وما صار الشيء اللي صار اليوم. اسمه الامير، انا في حديثي مع الامير فيصل قبل قليل قال انه فيصل عبد الهادي امين عام الاتحاد ومراقب المباراه اكدوا الهدف، ويمكن هذا اللي زاد العمليه بالنسبه له. والله فيصل عبد الهادي اكيد قدام الهلال مو بياكد اهداف، بياكد كل شيء، لكن فيصل اولا امين عام مو من حقه ياكد او غير ياكد. امين العام واجبه انه يجي ويحضر مباراه ويحضر يشوف كل الاشياء اللي تدار في المباراه. مساله تحكيم المباراه في لجنه حكام، اذا كان ما في ثقه بلجنه الحكام هذه كارثه. امين العام له مهامه مثل ما انا كرئيس نادي لي مهامي، مثل ما لجنه الحكام لها مهامها. اتوقع انه كل شخص يكون في مهامه افضل، وانا اخص فيصل عبد الهادي يا ريت يكون في شغله افضل. شكرا. لانه دائما اي شيء يخص الهلال يحاول انه ما يقصر، يعني انه يعطي مجهود اكبر. نتمنى ان يكون مجهوده مع الكل ثابت. شكرا سمو الامير. شكرا لسمو الامير. ودائما اذا كان في شك هل هي اوف سايد ما هي اوف سايد تسلل، انت تعطي الادفانتج للاعب المهاجم بصراحه. ومثل هذه في ظل النتيجه، يعني حتى في ظل التعامل بروح القانون بصراحه كان الاقرب لاحتساب الهدف من الغائه. وفي تصور انه حتى بالنسبه للعقلاء اللي شاهدوا المباراه يجزمون بانه الهدف هدف صحيح. لكن انت ترى يعني انت صالح شترى ماذا ترى في الهدف؟ فيما شاهدته انا، ولو كنت طبعا شوف الحكم المساعد، يعني لو كان فهد هو الحكم الساحه وانا المساعد، في تقديري انا ساحتسب هدف، لن ارفع الرايه. ربما العكس لو كنت انا الحكم، وطبعا فهد يبني على قراري، لذلك ما يلام فهد. لا. لان فهد بنى على قرار المساعد. طبعا لما خارج الموضوع لما توقف اللعب كان بامكان الحكم ان يستدرك من خلال الحديث مثلا وهذا اللي يفرقنا مثلا في دوري كرة القدم الامريكيه، انه هناك سكرين ومونيتور ويراجعون فيها، وفي كوميتي لجنه حكام تقرر، يعني مثل هذه الحاله. ولكن مع اخر مدافع معناتها ما في هذه في سونيه. انا ما اقدر ادخل لك في هذه، لكن هذه شوف لو كان متاخر رجل الخط عن مدافع الهلال اقول لك ما شاف الكوره، الحين مشيها معي، مشي اللقطه معي، يمكن هذه اللي خلت الواحد يتكلم بهذا الكلام. كل يخطئ، لكن رجل الخط كان متمركز جيد، ويمكن الفوده يؤيدني بهذا الكلام. شوف طلعت الكوره من اللاعب واللاعب لسه خلف المدافع. متى رفع الرجل الخط الرايه؟ لما حس بخطوره اللاعب ان الكوره وصلت الى قدم المهاجم النصراوي. يمكن الى الان ما رفع. خطيره فهد هذه. لا اوكي، شوف رجل الخط وين؟ شوف متى رفع الكرة، طلعت ما رفع لأن اللاعب ما بين. شوف الحين متى يرفع؟ لما يكون اللاعب مع اللاعب على خط واحد، لما حس بخطورة اللعبة رفع الأوفسايد. مو معقولة. لو كان متأخر أنا أتفق معاكم مع كل المشاهدين إن هناك ثنية، يعني هل الجمهور اللي وراه ما شاف هذا؟ هو أقرب من الجماهير الخلفية. أنا شفت لقطات في المنصة ناس، لأن اللاعب كان جاي من الخلف، كان لاعب جاي من الخلف. احنا نتكلم ليش حرام الهدف. المنصه كيف يعني انا شفت مثلا قبل ما يجيبون اللقطه الاعاده، بعد ما تسجل هدف، بعض الامراء والشيوخ ماسكين رؤوسهم، يعني لان عندهم قرايه، عندهم كشف للملعب اكثر مننا في محيط هذه اللقطه اللي